النهارده انا في مكان مختلف شويه، مش خروج عاديه ولا مكان سياحي وخلاص. انا في متحف هيبكا، المكان اللي بيحكي لك قصه البحر الاحمر، وما اعتقدش هتلاقي حد اتكلم عنه قبل كده لان انا نفسي رحته بالصدفه. الحكايه بدات لما اتحركت من الغردقه لبورتو غالب في ضيافه دكتور محمود حنفي، دكتور علوم البحار بجامعه قناه السويس والمستشار العلمي لجمعيه هيبكا. اول حاجه وصلت على خيمه الضيافه اللي فيها تفاصيل روعه بصراحه، بتحكي قصص الناس اللي موجوده في البحر الاحمر من زمان، عاداتهم، تقاليدهم، والادوات بتاعتهم اللي بيستخدموها. زي ما انتم شايفين كده، دي حاجات كلها بتتعمل هاند ميد بشكل احترافي، ودي شويه تفاصيل كده من الخيمه اتفرجوا عليها. بعد كده عم سعيد عرض عليا ان انا لازم اشرب المشروب الرسمي لاهل البلد، والمشروب ده اسمه الجبنه. هي عباره عن قهوه بيطحنها وقتي، ومعاها كمان شويه حاجات زي الزنجبيل اللي بياخد القهوه في حته تانية خالص. كل ده بقى بيطحن مع بعض بطريقه يدويه تماما، وبعد كده بيتحط مع بعضه في البتاع اللي انا مش عارف اسمها دي اللي انتوا شايفينها. حط فيه براحتك، يعني تاخد فيه 4 5 تغلطة. لو بدرة أول مرة بس طعم مالوش طعم. ده لو وزر، لو بدرة لا، لو بودرة. لو بدرة ناعم بالمكان زي الشاي زي الاسكوفيت كب وتشربه بس. لكن لما يبقى خشن يكون ماسك اللون بتاعه وتتساب على الفحم لحد ما تغلي. وهنا بقى كانت الصدمه، الوقت اللي انا هدوقها فيه. طلعت حاميه، وطلع شكلي قدامهم وحش بصراحه، طلعت فرفور، قلت عليها حاميه، كله قعد يضحك. المهم خلصنا بقى الضيافه في الخيمه، وقمت بقى اخد جوله كده في المتحف اللي حقيقي انبهرت باللي موجود فيه. المتحف من بره هتلاقي فيه عروسه البحر او عجل البحر او الدوجونج، وده هتلاقيه متحنط. وتعالى احكي لك ايه قصه الدوجونج ده يا سيدي حيوان من فصيلة الثدييات، وزمان البحارة لما كانوا بيشوفوها بترضع ابنها فكروها جن أو بشر عايشة في البحر وعندها أولاد، وعلشان كده قالوا عليها عروسة البحر، ودخلت في أساطير كتير قديمة. بعد كده بقى دخلت على المشروع اللي أبهرني حرفيا، وهو استزراع الطحالب كغذاء علشان استزراع الترايدكنا أو بالعربي البصر، أو بالعامية كده القوقعة اللي هتلاقيك كسرت كتير منها مفكر إن فيها لؤلؤ. وده مكان مخصص لاستزراع الطحالب علشان تكون غذاء للترايدكنا. وهنا بقى الجمال كله، استزراع الترايدكنا نفسها. بص حجمها بيكون قد ايه كده في بدايه الاستزراع، بعد كده بتكبر شويه وبيبقى ده شكلها وحجمها، وبعدين تكبر اكتر واكتر ويبقى ده شكلها والوانها. حاجه كده سبحان الله في خلقه. شايفين الالوان عامله ازاي؟ ابداع الخالق في خلقه، حرفيا الوان شديده الجمال وتبهرك. اما دي بقى فالاحواض اللي بيتم الاستزراع فيها، وطبعا ده بيتم بطرق علميه بحته. بعد كده دخلنا على المتحف المغلق، وده كان بالنسبه لي مفاجاه كبيره ان الاقي التطور والتكنولوجيا دي موجوده في المكان ده. اول ما تدخل المكان هتدخل على جاك الغواص وعلي اللي من اهل البلد علشان يشرحوا لك نبذه عن البحر الاحمر. بعدها هتدخل تشوف ادوات القبائل اللي عايشه هنا من مئات السنين، زي ادوات القتال والسمسميه للغنى وادوات شرب الشاي والملابس بتاعتهم، حاجات كلها منتجات محليه ويدويه بسيطه. كمان هتلاقي هنا شرح للقبائل اللي موجوده هنا ونبذه عن تاريخهم، زي قبيله البشريه والعبابده والمعازه وغيرهم كتير. ودي هنا شاشه تفاعليه بتشرح لك حاجات كتير عن البحر الاحمر، زي مثلا ليه اسمه البحر الاحمر. اما هنا بقى فدي خريطه البحر الاحمر وتوزيعه الحياه البحريه في البحر والحيوانات اللي عايشه هنا في المنطقه. كمان دي من الحاجات الرهيبة اللي شفتها في المكان، واللي فيها توزيع طبقات الأرض وشرحها بشكل جميل جدا. أما دي بقى فشاشات الفي آر علشان تقدر تتفرج على محاكاة للحياة البحرية، وهنا عرض سريع للحياة بشكل عام في المكان، وشرح قد إيه هي مرتبطة ببعضها، وإن أي خلل حتى لو صغير في المكان هيأثر على الحياة اللي موجودة هنا كلها. ودلوقتي جه الدور اللي هسكت أنا فيه واسيبكم تسمعوا الشرح بنفسكم. البحر الأحمر من أغنى البحار اللي في الدنيا، وفي نفس الوقت من افقر البحار اللي في الدنيا. طب ازاي؟ البحر الاحمر غني انواع، فقير اعداد. في انواع كتير جدا، هتنزل تلاقي سمك انواعه مختلفه، شعاب مرجانيه انواعها كتير جدا. كل حاجه يعني هتلاقي مثلا قروش، هتلاقي دلافين، هتلاقي الدوجونج اللي هي البقره بتاعه البحر، هتلاقي كل الكائنات انواع كتير جدا هتشوفها، ممكن تشوفها في مره واحده. وبتنزل تلاقي اعداد وانواع من الاسماك رهيبه، فتحس انه بقى خلاص احنا يعني مميزين جدا. طيب ليه بنقول انه فقير اعداد؟ البحر الاحمر فقير جدا اعداد. ليه؟ انت لما بتنزل البحر الاحمر بتشوف كل حاجه بصفاء وتبقى البحر نقي، ولا بتبقى بالنسبه لك في عكاره كده ومش عارف تتفرج؟ بتشوف. طيب معنى ان انت بتشوف ان مفيش مغذيات كتير، فما فيش حاجه معكره البحر.
طيب مفيش مغذيات، فايه اللي هيحصل؟ مفيش اعداد، هتبقى الاعداد على قد اللي موجود، على قد المغذيات ومعتمدين الموجودة. على بعض. يعني اسماك معتمد على اسماك، معتمد عليها قرش، كل الكائنات هي زي ما قلنا ان كل حاجه مترابطه ببعض، فكل الكائنات معتمده على بعض، فبتبدا انها تعتمد على بعض في الغذاء. لكن كمغذيات مفيش مغذيات، فالاعداد قليله قوي. فلما تبدا الناس تصطاد بشكل رهيب، احنا بجد كشعب بنحب نصطاد لمجرد الصيد يعني. ايوه انا لسه فاكر في حادثه هنا كانت قلب الدنيا بتاعت القرش اللي اصطادوه اللي هو بهلول ده تقريبا. ايوه الويل شارك اصطادوه بجد. ده من الحاجات اللي تحت يعني مهدده بالانقراض، حاجه مهدده بالانقراض. وهو قرش هبل هو بهلول هبل، ما بياكلش وما عندوش سنان، بيفلتر الميه وبياكل الاسماك الصغيره، فهو مش هيعمل لك حاجه. يعني بالعكس ده احنا بنحب نشوفه، ما بيجيلناش كتير. فانت بتصطاده عشان ايه؟ يعني الناس بتعمل بيه ايه؟ تاخد مثلا لحمه. ده برضو مشكله يعني او جزء من التوعيه للناس او للسكان الاصليين. بالظبط ان يا جماعه في الحاجه الفلانيه هم مش عارفين هو ايه. طب عارف ان السكان الاصليين بيحافظوا؟ السكان الاصليين بيحافظوا. الصيد ده بقى ايه؟ الناس اللي جايه، تيجي من بره، الناس اللي جايه، الناس اللي بتصطاد، الناس اللي شغاله في الصيد، فبتبدا ان هي تاخد كل حاجه. هي مش فاهمه، هي مش عارفه، وممكن يبقى عارف ومش همه. يعني الناس اللي بتاكل الدلافين، ايه ده؟ ليه؟ انت بتغير السلوك بتاع تعرف ان في دولفين، انا لسه سامعه الموضوع ده، في حد بياكله بقاله شهرين. الدولفين ما بقاش بياكل غير لما ده يجي ياكله، وبقى بيقعد يتلزق في الناس ويلعب معاهم. الناس فاكره انه بيلعب، عايز اكل، هو بيتلزق فيهم عشان عايز اكل. هو اصلا بعد فتره ممكن يهاجم الناس عشان لا الدولفين هو مش هيهاجم، هو برضو ايه اهبل يعني، هو مش اهبل، لا هو شرير شويه شرير شويه، بس هو مشكلته ان الناس بقت تمسكه. انت كده بتجيب له امراض. ما احنا البكتيريا الموجوده في جسمنا الارضيه مش مناسبه للبيئه البحريه، فالكائنات البحريه انت لمسك ليها بيضرها، ممكن يموتها، ان انت بس تمسكها فتجيب لها مرض فتموتها. ده غير ان انت بتغير سلوكها. انا مثلا لو انا طفله وحد كل يوم يجي يجيب لي اكل، هل انا هعرف اعتمد على نفسي؟ مش هعرف. فبدا ان الدولفين ده مش عارف ياكل لوحده، انت غيرت سلوكه ومش عايز يتعب نفسه. خلاص ما في حد بيجي لي اكل وبيجي لي اكل ونقعد بقى نلعب وهو اصلا الدولفين بيحب قوي يعني يعمل حركات كده غريبه، يعني مش الطف الكائنات مع ان احنا فاكرينه الطف الكائنات، بس مش الطف الكائنات. بعد كده عندنا دي شجره المانجروف. المانجروف دي من الاشجار العظيمه، دي الحاجات اللي مش هتلاقي اغلب الناس عارفين ان الاشجار دي بتبقى موجوده في الميه. دي انا شفتها في راس محمد. راس محمد موجوده في اماكن معينه، يعني هتلاقيها هنا في الجونه في مانجروف، في يعني في اسمها ايه يا ربي، في القلعان عند الناس اللي هم العبابده وكده بتلاقي اشجار مانجروف. اشجار المانجروف طب ازاي بتنمو في الميه؟ اشجار المانجروف دي مبهره، وفي نوع تاني منها. يعني هم الاشجار دي بتنمو في الميه نوع اسمه، هي اشجار المانجروف ليها نوعين، الابيسينيا مارينا وفي رايزوفرا ماكروناتا، تمام؟ دول موجودين في البحر الاحمر. طيب بيعملوا ايه او عايشين ازاي شجره قادره تعيش في الميه المالحه؟ بتبدا ان هي تعمل حاجه كويسه جدا، تاخد الميه، ولو شفت على اوراقها هتلاقي ملح، فهي بتاخد الميه الكويسه وتطلع الملح على اوراقها، بتفلتر الميه وتبدا انها تطلع الملح. فدي من الحاجات برضو المبهره. وسبحان الله هي ليها اماكن معينه، يعني انت تستزرعها في مكان، يعني هي ليها اماكن هي تلاقي فيها المانجروف، لكن انت مش هتروح تجيبها وتحطها مثلا في اي حته في البحر، ليها اماكن معينه هي بتطلع فيها تلقائي. مثلا بتبدا انها انت تحطها في مكان ممكن ما اعرفش هل حد جرب ده ولا لا، بس هي ليها اماكن اللي طالعه فيها، ودي اماكن المانجروف بس. وعايزه اقول لك المانجروف دي تعتبر ايكو سيستم. يعني ايه ايكو سيستم؟ يعني تعتبر نظام بيئي. يعني ايه نظام بيئي؟ يعني في كائنات معينه بتعتمد على المانجروف في حاجتين، ان هي تيجي تستخبى فيها. يعني مثلا لسه الكائنات اللي لسه مولوده اسماك صغيره فخايفه تتاكل، فتعمل ايه؟ المانجروف ما فيش مثلا قرش هيجي هنا، ده منطقه شالو قوي او ضحله والناس مش عارفه تيجي، فتبدا ان الاسماك الصغيره دي تيجي تعيش هنا. اللي هتلاقي الكابوريات كتير قوي، هتلاقي كابوريا كتير في المنطقه دي، فتعتبر دي هي بيئتها، فانا معتمده على الكائن ده. وطبعا ده شجره فتعتبر بتديهم مغذيات، فانا معتمده عليها كبيت. ده غير ان حاجه تانية بقى بتفيدنا احنا في ايه؟ طبعا احنا بنهتم بمصالحنا، بتمنع عننا السيول، تمنع عندنا بقى الامواج، هي بتصد. يعني شفت المصدات اللي بيعملوها الناس في البحر، المانجروف والشعاب يعتبروا مصدات طبيعيه احنا ما بندفعلهاش فلوس. يعني شوف البلوكات دي بندفع فيها قد ايه. الشعاب المرجانيه واشجار المانجروف تعتبر مصدات بتحمينا من السيول، تحمينا من كل حاجه، بتمنع عننا الحاجات اللي جايه من البحر، لو في سيل او حاجه جايه من البحر، لو في سيل جاي من فوق
تبدا ان هي تمنعه برده انه يدخل البحر، لان لو دخل البحر انت ميه عذبه مع ميه مالحه بتبوظ البيئه، بتبوظ الكائنات، فبتبدا هي تعتبر مصدات لهنا. لو جاي مثلا جبال، شيل جاي من جبل او موجه جايه من البحر، فبتبدا انها تحميك من ده وتحميك من ده، وحاميه البحر ان الحاجه تنزلها حاجه عذبه، فتبدا انها تبوظ البيئه بتاعتها. فتعتبر هو ربنا حاططها سبحان الله لسبب، كبيئه للكائنات الموجوده في البحر، وكحمايه لينا وحمايه للبحر. فده من اعظم الاشجار اللي موجوده عندنا في البحر الاحمر، تعتبر حاجه يعني هو سبحان الله ربنا اللي خلقها يعني، بس حاجه مبهره جدا. يبدا هنا برضو نكلمك عن المانجروف. طب احنا اتكلمنا عن ان ازاي هي بتعمل زي بتتخلص او بتفلتر الميه. طب بتتنفس ازاي؟ ما هي موجوده تحت الميه، تتنفس ازاي؟ لو خدت بالك المانجروف لو بصينا بيبقى طالع جزء طالع، ده الجذور بتاعتها اسمها الاريال روتس، او الانابيب الهوائيه. انابيب هوائيه هي طالعه فوق عشان تتنفس، هي بتتنفس عن طريقها طالعه فوق البحر، وتبدا انها تتنفس وتفلتر الميه، فهي يعني عامله تكيف رهيب مع الميه. انا عارفه اتنفس وبرده عارفه اخد الميه اللي انا محتاجاها. بعد كده نيجي عن صديقتنا الجميله بقره البحر او عروسه البحر الدجون. تعرف ان دي بقى قصه تانية. تعرف عروسه البحر اللي احنا عارفينها جايه منين؟ جايه من بقره البحر. ليه؟ كان بيقول لك، كان قصه حد حكاها لنا يعني، ان زمان الناس لما كانوا البحر دي اللي هي عروسه البحر اللي هي الميرميد. الميرميد لا هي يعني كانت تعتبر زي اسطوره. جايه منين بقى؟ جايه منين الاسطوره دي؟ بيقول لك ان زمان البحاره كانوا بيسافروا مسافات طويله جدا جدا بالسفن، بيسافروا مسافات كبيره، فكان الاكل اللي معاهم يخلص، الميه تخلص، فبيبداوا يهيبروا، يعني يبدا يحصل لهم زي هلوسينيشن كده. فشافوا الدوجونج، هي طبعا مارين مامل، فبتتنفس هواء، بتطلع تنفس هواء وبتطلع تاكل البيبي بتاعها، فشافوها وهي بترضع البيبي بتاعها بره على صخره او كان جنب يعني على هواء، فشافوها فاعتقدوا ان دي عروسه البحر، فبقت بقره البحر عندنا هي اللي مطلعه اسطوره عروسه البحر. الاسطوره دي كلها طالعه منين؟ طالعه من الاستاذه بقره البحر. يعني هي جميله وكل حاجه، بس مش لدرجه عروسه البحر يعني. وهنا لو انت جيت، المفروض ان الجزء ده هم هيتصوروا فيه، نبدا ان احنا نظهر، والمفروض ان هي بتنزل يعني، المفروض ان هي عروسه البحر بتيجي، بس هي مش جايه دلوقتي، نايمه تقريبا. مش فاضيه. مش فاضيه، انا مقيله شويه. بعد كده بيبدا يكلمك عن السلاحف. عندنا استاذ سلحفه. بيقول لك ايه المهدد بالانقراض، وايه اللي انقرض، وايه اللي غير مهدد. يعني هنا جايب لك كل حاجه، وايه اللي معرض للخطر، ايه اللي معرض للخطر للغايه، يعني هو واصف لك بالظبط هنا ايه ده، وجايب لك ان الانسان غير مهدد. مش مهدد فعلا، احنا مش مهددين، احنا كويسين. احنا مهددين يعني. هو جايب لك بيوريك تقريبا الانسان هيعمل ايه بقى. انت كويس، طب انا هوريك هتعمل ايه. فبيجيب لك كل الانواع الموجوده هنا في البحر الاحمر، ومدى تهددها بالانقراض، وهي في حاجه بتحميها، مفيش حاجه بتحميها، جايب لك برده كل التفاصيل. فانت قادر ان انت بس تقف هنا تعرف معلومات كتيره جدا عن السلاحف، كأن انا يعني قريبه من اللي انا درسته. هنا بقى بتبدا ان انت يعني زي كويزز كده، يقول لك يعني مثلا دو كورال ايت، هل هي بتاكل؟ يس. ويجيب لك الاجابه. ولو انت عايز يعني، لو جبنا هوم، تبدا ان انت تختار بقى، يعني انت عايز انفو. واو، ده جاب بالليل. يعني حلوه قوي. هيبكا ابتدت بالسبب ده، ان 12 غطاس قرروا ان هم محتاجين يحموا البيئه. ليه؟ الناس كانت بتربط المراكب في الشعاب، فتبدا انها تكسر الشعاب، فطبعا ده بيأثر على البيئه، لان الشعاب زي ما احنا عارفين هو كائن حي، بياخد السنتي منه بيتبني في سنه، عشان يبني سنتي ياخد سنه، فما بالك بالاحجام الكبيره جدا اللي المراكب بتبدا انها تكسرها دي. فبدانا ان احنا نعمل، قرروا ان هم بس 12 غطاس دول هيعملوا شمندورات الناس تبدا انها تربط فيها بدل ما تربط في الشعب. دلوقتي بقت اكبر نظام شمندورات من اكبر الانظمه الموجوده في العالم عندنا هنا في الغردقه وفي البحر الاحمر. بعد كده عندنا السوليد ويست مانجمنت. السوليد ويست مانجمنت او المخلفات الصلبه، بنبدا ان احنا نجمع طبعا الزباله من كل المناطق في الغردقه، عندنا في مرسى علم، عندنا في سفاجه، بنحاول نوصل للبحر الاحمر كله يبقى ان احنا مسؤولين عن المخلفات الصلبه. ليه؟ احنا عمليه متكامله، بنبدا ان احنا
العمال يجمعوا الزباله من الاول، وبعدين نبدا ان احنا ناخدها في المصنع تبدا تتفرز، ناخد البلاستيك مع بعض، الصلب مع بعض، القماش مع بعض، وهكذا، ونبدا ان احنا نعمل له اعاده تدوير. فلما بيتعمل له اعاده تدوير بنبدا ان احنا نستخدمه في حاجات تانية، وهكذا نبدا ان احنا ما اذيناش البيئه، لان زي ما احنا عارفين ان البلاستيك ده قاتل للبيئه البحريه وقاتل لينا. لان من الاضرار بقى اللي بدات تطلع دلوقتي، يعني انا في دكتور جاي لنا من امريكا قال لي ان هم كان في مريض عنده جلطه، بداوا ان هم وهم بيعالجوه او بيكشفوا عليه لقوا بلاستيك جوه جسمه، مايكرو بلاستيك جوه جسمه، يعني بلاستيك احجام صغيره جدا جوه جسمه. جت منين؟ ما هي وصلت ازاي؟ وصلت لنا احنا كبشر ازاي؟ كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها سواء الاكياس بلاستيك سواء في البحر، احنا بنرمي في البحر. لما نشرب حاجه مثلا احنا طالعين على المركب نبدا نرمي في البحر. ايه اللي بيحصل؟ البلاستيك ما بيتحللش، مواد بتاعته ما بتتحللش. طب ايه اللي بيحصل له؟ يبدا ان هو يتكسر لاجزاء صغيره جدا. فايه اللي بيحصل للاجزاء دي؟ بتبدا الاسماك مش شايفاها فتاكلها. حاجه تانية وهو كبير، السلاحف مثلا بتاكل اناديل البحر، فتبدا اكياس البلاستيك بالنسبه لها قنديل فتبدا تاكله، هي عارفه الفرق انا مش عارف. ففي انواع كتير واعداد كتير من السلاحف ومن يعني الحيتان بتفلتر الميه، حيتان كبيره جدا ضخمه لما طلعت على البحر لقوها بره ميته على الشط، بداوا ان هم يفتحوا بطنها لقوها مليانه بلاستيك. طب ده ضرها في ايه؟ بقت مليان، بطنها مليان، هو مش هيتحلل جواها، مش هتهضمه، فبقت هي بالنسبه لها شبعانه مش عارفه تاكل، وفي نفس الوقت هي جعانه لان جسمها ما بيدخلوش اي حاجه، فبتبدا انها تموت بسبب ان البلاستيك جوه معدتها. حاجه تانية، البلاستيك دي كيماويات ضاره. طب لما توصل جسمي انا هي وصلت ازاي؟ السمك الصغير ياكل مايكرو بلاستيك، تاكله سمكه كبيره، انا اكل السمكه الكبيره، فبقى البلاستيك الموجود جواها وصل لجسمي انا. مش بس كده، الاكياس اللي احنا بناخدها مثلا، الناس اللي بتاخد حاجات سخنه في الاكياس البلاستيك وتبدا تاكل الحاجه السخنه دي، هل ما وصلهاش بلاستيك؟ وصل لها بلاستيك طبعا. الحاجات العاديه، ما هو البلاستيك ده بتبدا كيماويات وتبدا تظهر واجزاء الصغيره تطلع في الاكل، تطلع في الاستخدامات اللي احنا بنستخدمها، فيبدا يوصل لي انا، يوصل لجسمي، فيضرني انا بسبب حاجات قاتله. ده لقوا بقى في بحث انا قراته جديد ده لسه معمول، لقوا ان البلاستيك بيتنقل للنيو بورن او للاطفال المواليد جداد عن طريق الام والاب، ما هو موجود في جسم الام والاب، فبقى بينزل مع تكوين الطفل الجديد، فبقينا بننقل للاطفال اللي لسه ما شافوش حياه بلاستيك. فعشان كده خلاص يعني احنا بادئين نازلين ببلاستيك اصلا. فانت كيماويات واضرار. عشان كده الناس بنلاقي دلوقتي، هل السرطان زمان ايام زمان كان موجود بنسب قليله جدا، دلوقتي احنا صباح الخير سرطان، صباح الخير. كل يعني المستشفيات والناس الكتير اللي حوالينا اللي بقت مريضه سرطان وامراض سيئه جدا، طب جاي لها منين؟ ما احنا ليه ما بنسالش نفسنا ايه اللي بيضرني؟ يعني انا مثلا مستسهله ان انا اشرب في الازازه بتاعت البلاستيك سنجل يوز، بستخدمها مره واحده، اشرب وارمي، اكل وارمي في اكياس البلاستيك، ديليفري يلا حط لي في كيس بلاستيك. ليه ما بنستخدمش اكياس كرتون؟ ليه ما بنستخدمش حاجات تحافظ؟ الاكياس القماش، يعني الكرتون برضو مش افضل حاجه بس اهو اقل ضررا، لكن الاكياس القماش اللي احنا بقينا دلوقتي ده قانون ان المفروض كل الناس تستخدم اكياس قماش. ليه؟ لان احنا مش بنعاقب الناس ان هو بنقفلها عليهم، لا احنا بنحمي نفسنا، كل واحد بيحاول يحمي نفسه. فلما يبقى الموضوع قانوني خلاص الناس بتبدا تلتزم بيه. لكن لو انا قعدت اقول لك وانصحك خد بالك ده بيضرك ده بيعمل ماشي مش مهم، ماشي مش مهم. الناس دايما الحاجه اللي بتضر على المدى البعيد ما بيحسوش بيها، لكن لما بتيجي مره واحده الاقي ان انا جالي مرض انا مش فاهمه سببه وانا في سن صغير ومش عارفه جالي منين ومش قادره اقاومه ومش قادره اعالجه، فنرجع بقى ده انا كان حصل لي 1 2 3، ما هو اللي انا عملته، طب ليه ما من الاول نمنع؟ فموضوع المخلفات الصلبه ده قوي جدا جدا، ان احنا بنعمل له اعاده تدوير، وان احنا الجزء الثاني ما بنحرقوش، فما بنطلعش هواء يعني او دخان يضر البيئه ويضر الجو بقى ويعمل احتباس حراري وهكذا، ويضر الغلاف الجوي او يضر حتى حاسه الشم بتاعتنا. بنبدا ان احنا ندفنه في اماكن مخصصه للدفن، فاحنا عمليه متكامله من الاول للاخر. فعشان كده عشان الناس تسهل علينا ده تبدا تقلل استخدام البلاستيك وتحافظ ان هي ما ترميش في الزباله، ما ترميش قصدي في الارض، ما ترميش في البحر، فالناس ما تتعبش. في اماكن مخصصه يعني محطوط صناديق في كل حته عشان الناس تبدا وعيها يتغير وتبدا تحافظ هي وتعرف الاهميه. عندنا الجزء التعليمي طبعا احنا مسؤولين عنه، انا شغاله في القطاع البيئي الهبكه. القطاع البيئي بنبدا ان احنا ننشر التوعيه زي ما بنتكلم دلوقتي، ان احنا نبدا في المدارس، نبدا بقى لاكبر من المدارس، فنادق، نروح فنادق، نروح للناس العامه الموجودين، ممكن نتكلم مع اي حد ماشي في الشارع، نحاول ننشر الوعي ده في مستوى كبير جدا عشان كله يفهم وكله يعرف، وما يبقاش حد ليه حجه ان لا انا ما كنتش عارف. لا احنا بنحاول نوعي الناس كلها عن اضرار البلاستيك، عن اهميه البيئه البحريه، عن ازاي ما نضرش البيئه، ما نضرش السمك.
يعني القروش اللي الناس بتتكلم عنها هنتكلم عنها قدام، ما جايه عندنا هنتكلم عنها في الوقت التاني. بس يمكن الاديوكيشن او التوعيه دي من اهم الوسائل ان احنا نبدا نوصل صوتنا للناس، وتبدا الناس تفهم فتحافظ. ما نبقاش بنتكلم احنا لوحدنا على قدنا بس وعلى قد ما عرفنا، لا بنحاول ننشر الموضوع. وبقى انا بحط عليك عاتق، يعني الاطفال الصغيره انا بقولها لهم دلوقتي انا عرفتك، انت دورك ان انت تعرف اهلك، تعرف صحابك، انت خلاص اتعلمت، فانا مش هقدر اوصل لكل الناس، انا مش هقدر بالظبط، واحنا مش هنقدر نوصل لكل الناس. انت الجيل الجديد هتبدا توصل لناس اكتر مني، ونبدا نوسع الموضوع ده عن طريقي وعن طريقك وعن طريق اي حد سمع الكلام ده مني او سمعه من اي حد تاني او حتى شافه على التلفزيون. احنا هنا بنقول لك تيك اكشن، صور. لو شفت اي حد مخالف صور، لو شفت حد بيربط المركب في الشعب صور، وصوره وابعت لنا واحنا هنبدا نوصلها للجهات الحكوميه. صور اي حاجه شفتها مخالفه، ابدا صور. حد بيصطاد كائنات مهدده بالانقراض، صورها. ناس بتصطاد سلاحف، ناس بتصطاد قروش، القروش مهدده بالانقراض، صور وابعت عشان نبدا ان احنا نعرف ناخد اكشن، والجهات المختصه تاخد اكشن، فنبدا ان احنا نلحق بقيه الكائنات او ننقذ ما يمكن انقاذه، وما نسيبش كل حاجه تضيع مننا، وما نسيبش الدنيا تبوظ خالص. وبعد كده نيجي البحر الاحمر نقول ايه ده راح فين؟ فين الشعاب؟ فين الكائنات؟ بننزل دلوقتي نلاقي الدنيا فاضيه، ما بقيناش زي زمان نشوف الشعاب كلها عايشه، لا الشعاب اغلبها ميته. ما بقيناش نشوف سلاحف، ما بقيناش نشوف حتى قروش، ما بقيناش نشوف اسماك انواعها كتير، ما بقيناش نشوفها. ليه؟ راحت فين؟ ما هو من الاضرار اللي احنا بنعملها، ومن الصيد الكتير اللي احنا بنعمله، ومن الحاجات اللي احنا بنرميها، ومن افعالنا. فلازم ناخد بالنا ونبدا نحافظ عشان ما نرجعش نقول ايه ده ما بقاش في حاجه. البلو هول ما بقتش زي زمان، ما بقتش هي الحاجه العظيمه اللي كانت موجوده زمان. واماكن كتير هنلاقيها كده قليل قوي. يعني المحميات الطبيعيه بنلاقي ممكن محافظه شويه، لان فيها في تحكمات برضو الناس تنزل باشكال معينه. دلوقتي لو احنا عارفين ان بقى في قرار اللي هو الجريت فرنجنج ريف، ان البحر الاحمر كل الشعاب الموجوده فيه هتبقى محميه طبيعيه. فالمفروض ان احنا كل حاجه بقت عندنا محميه طبيعيه، عشان احنا زي ما قلنا الهوب سبوت او بقعه الامل، فكله بقى محميه طبيعيه. فالناس بقى في تعامل بشكل مختلف. ده اللي ان شاء الله هنشوفه الفتره الجايه، ان الشعاب هنحافظ عليها بشكل احسن بكتير. فده اللي المفروض احنا نبدا كلنا نهتم بيه. ده عندنا الويل شارك، طيب الكائن البسيط اللي ما بياكلش وما بيعملش حاجه واصلا بيفلتر الميه. ده اللي الناس بداوا ده بهلول. ده بهلول اول واحد، ده بهلول. ده اللي الناس اصطادوه. طب انت عارف ان من اغلى الاكلات في العالم شوربه زعنفه القرش؟ موجوده في الصين وفي اماكن تانية. الناس بتصطاد القرش عشان تاخد الزعنفه وترميه، بس عشان ايه؟ عشان تعمل شوربه. طيب الناس اللي بتاكل قروش، يعني عندنا بقى في بورسعيد، لا فين، في السويس، بياكلوا القروش الصغيره دي. تعرف ان القرش اصلا لحمه سام؟ انا اعرف ان هو في زئبق اصلا. ليه؟ هو ما بيطلعش اليورين بتاعه، ما بيطلعش يورين، فبيتخزن في جسمه، فمليان زئبق، فهو اصلا بقى سام لينا. فالناس يلا بينا ناكل قرش، يلا ناكل قرش. لا. طيب القروش طبعا عارفين انها الكائن الشرير، الكائن المفترس اللي بياكل بني ادمين. طيب القروش ما بتاكلش بني ادمين وما بتحبش لحم البني ادمين، ولحمنا طعم وحش بالنسبه لهم. هنلاقي اغلب حوادث القروش ان هو عض فاخد جزء، فالراجل مات من غير رجل من غير دراع، لكن ما اكلوش كله. ليه؟ لو انا باكل لك، لو انا عايزه اكل بني ادم ده، هسيب جزء منه ليه؟ وانا كده شبعت؟ القرش الضخم هيشبع من بني ادم؟ مش هيشبع من رجله. طب سابه ليه؟ لان هو مش غذائه، لان ده مش غذائه. طب ايه اللي هيخليه يقرب؟ القروش يا جماعه بتجذبها طبعا الدم، بيجذبها الفضه، بيجذبها حاجات كتير. فبتبدا انها تيجي الناس اللي بتعمل مثلا حمام في الميه، ده هي معتمده اكتر على حاسه الشم، وتبدا ان هي زي بتعمل تبدا تشوف. يعني مثلا كنا بنشوف في الافلام ان لو في انسان القرش بيلف حواليه. ليه بيلف حواليه؟ بيبدا يعرف انت حجمك قد ايه، انا قدك ولا لا، اكلك في كام قطمه، يعني انا هقدك ولا، هعرف الفريسه دي مناسبه ليا ولا لا. فيبدا يلف حواليه يعرف ابعاده وعلى حاسه الشم. طيب ايه اللي خلاه اصلا يقرب من البني ادمين؟ تعرفوا ان في ناس بتيجي بس عشان تغطس مع القروش؟ طب ناس بتغطس مع القروش ما بيحصلهاش حاجه، وعندنا في مصر بنشوف فيديوهات كتير غطس مع القروش ما بيحصلهمش حاجه. ليه ما بياكلهمش؟ ليه؟ انا عارف ان ده مش غذاء. طيب طبعا الناس من بره جايه تشوف قروش، فتبدا الناس اللي في المراكب تعمل ايه؟ ترمي لحم احمر، خروف، فرخه، حاجه فيها دم، فيجي القرش ياكل، فلقى ان حد بياكله. نفس اللي قلناه على الدلافين، انت غيرت سلوكه، انت بتديله اكل، وكمان المكان اللي انا بعوم فيه انت رميت فيه اكل، فالقرش جه فعرف ان انا باكل هنا، فانت غيرت سلوكه، بقى المكان ده انا باكل فيه، فهاجي.
فهلاقي حاجه ماشيه. تعرفوا ان هم بيشوفونا كلاب بحر ليه؟ انت اول ما هو بيجي تجري تهرب، هيجيبك مش هتجيبه، سريع جدا مش هتعرف فهو حاجه جريت وعملت ميه وكده. كلب بحر، هو شايفنا احنا شبه كلاب البحر يعني للاسف بالنسبه للقروش للاسف يعني. فبدا ان هو يجري وراه فجابه فكله، فلان ده مش فارسته فسابه. بدانا نشوف ان لا دلوقتي ممكن في حالات ياكلها. ليه بقى ايه اللي اتغير؟ احنا قلنا ايه على البحر الاحمر؟ انه فقير، واحنا بنعمل ايه؟ بنصطاد بشكل عبثي بشكل مش طبيعي، فالقروش مش لاقيه تاكل. ودي كائنات مفترسه، دي في اعلى الهرم الغذائي، ربنا خلقها زي الاسود يا جماعه. يعني احنا مش هنروح لاسد الغابه نقول له ايه ده انت هتاكلني ليه؟ ما هو مفترس احنا عارفين انه مفترس. وبعدين احنا اللي نازلين بيئته مش هو اللي جاي انت اللي رايح بيئته، وكمان انت مأثر على بيئته واخد كل اكله. فانا هدور على انت لو رحت صحراء وبقالك اسبوع ومش لاقي اي حاجه تاكلها، وشفت مثلا فار هتاكله، قطه هتاكلها. ليه؟ انا عايز اعيش. اي حد بيدور على المعيشه. فالقروش لما انت خدت كل الطرق اللي هي تاكل بيها وهي مفترسه، كائن مفترس بيحب ياكل، واكل مش اكل زي اكلي واكلك اكل، فمش لاقي اكل، وانت بدات تغير سلوكه ان انا اللي برمي لك اكل والمكان ده فيه اكل، فانا هاجي فهشوف بني ادم فهبدا اهجم عليه، هو هيهرب مني ههجم عليه، هحس انه فارستي. مش فارستي سبته. كائن بقى مثلا يعني في انواع شريره شويه، حاسس ان هي عايزه تاكل فكلته، ما انا مش لاقي اكل، فانت غيرت سلوكها وجاي بعد كده تندم. طب ما احنا اللي عملنا كده، فهنعمل ايه؟ وبعدين احنا رايحين له بيئته فعلا زي ما انت قلت. طب ما هتعمل ايه بقى؟ خلاص ما تروحش للمفترس تقول له معلش يعني ما تضايقنيش، لا ما هيقرب منك، ما طبيعي، ما انت غيرت سلوكه. فانا بحب القروش صراحه وعايزه اغطس مع قروش، فلا القروش مش شريره قوي شريره شويه بعد كده عندنا الحيتان والدلافين. عندنا في نوع من انواع الحيتان او ده اسمه فولز كيلر ويل، ده دولفين، ده شبه الكيلر ويل، عارفين الكيلر ويل بس ده مش موجود هنا، اللي هو القاتل الزائف. القاتل الزائف شبه الكيلر ويل. عارف الكيلر ويل اللي هو الابيض في اسود؟ اللي هو ده من انواع الدلافين، ده دولفين. الكيلر ويل مش حوت، لا هو من انواع الدلافين، هو اصلا دولفين بس هو كبير شويه ومفترس، فعشان كده سموه الكيلر ويل لانه قاتل. يعني ممكن ياكل قروش، ده شرير ياكل قروش عادي، فده انا بحبه الصراحه برضه بعد كده عندنا ده هنا بيتكلم عن القروش برضه والحيتان. الفقيد الى رحمه الله. الفقيد الى رحمه الله، بس ان شاء الله في ناس تانية منه يعني هنلاقي تاني والشعاب طبعا شكلها المبهر، يا اهبل والله يعني طيب قوي. ده الهامر هيد. والقروش كمان بتعمل حاجه حلوه قوي، بتحافظ على صحه البيئه اكتر من ناحيه ايه؟ القرش ككائن مفترس هيبدا ياكل ورا، يجري ورا ايه؟ الكائن الضعيف، فهاكل الاسماك الضعيفه، الاسماك التعبانه، الاسماك المريضه، هاكل الاسماك دي هتخلص منها، فهسيب ايه؟ الكائن الصحيح، الكائن الكويس اللي صحته حلوه، فتبدا البيئه تبقى كلها كويسه. ليه؟ انا بتخلص من الكائنات اللي فيها مشكله، فما يبداش كله يتعب. بعد كده ندخل غواصه. الغواصه بتاعتنا الصغيره سيميليشن كده للغواصه سب مارين. دي حيتان، ده كائن المفضل اهو الويل شارك. ده موجود؟ لا ويل شارك ايه؟ ده الهامباك ويل. لا مش موجود، ده هامباك ويل، ده ضخم، ده كام متر، ده يبقى ضخم قوي. بعد كده دخلنا المعمل اللي فيه المعدات البحثيه واللي من خلالها بيتم الموضوع ده كله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل متابعه علشان اوريك اماكن وتجارب مختلفه زي دي كتير. وانا نويرة دايما بحب اكتشف واشارك اللي بشوفه، لان كل فيديو بالنسبه لي هو حكايه جديده من مكان يستاهل انك تعرفه، فتابعني علشان نعيش المغامره سوا.